لما بنخطط لشيء لمستقبلنا وبنستنى فتره كبيره جدا ان هو يتحقق، وبنرسم ونخطط كل يوم عن كل لحظه هنعيشها من اجل تلك اللحظات المستقبليه اللي هي الحاجات اللي بنخطط لها يعني، وبنحاول اننا نحصل على ما نسعى عليه، وبنجمع المعلومات وبندرس ونسهر طول الليل علشان عقلنا لم يهدأ من اجل الفكر للحصول على ما نسعى اليه، ونظل نسعى ثم نسعى ثم نسعى حتى يصيبنا الملل والاحباط، او ان حماسنا بيقل ويمر الوقت ثم يمر ثم يمر ثم يمضي بنا العمر بدون شعور لما وصلنا اليه، حتى ياتي لنا الشيطان في هذه طبعا الناصح الامين اللي هو يقول لك يا عم ارضى بالقليل، انت عملت اللي عليك، صبرت كتير وسعيت كتير، والعمر ما بقاش منه فيه الا القليل، والعمر خلاص جري منك ووقتك مضى منه الكتير والكتير، ولم تعلم متى ستغادر الدنيا يعني الحياه الدنيا يعني. فعليك ان تستمتع بباقي حياتك واللي باقي من عمرك، وبعدين ما تعيش زي ما الناس عايشه وتحلم على قدك يا عم. ويبدا يقلل بقى ويحبط في معنوياتك، ويفضل بقى يوسوس لك ويخنقك بوساوسه بالليل نهار، حتى يقنعك بانك تتنازل عما كنت تحلم به وتبتدي ترضى بالقليل، وتختار اقل من العادي. ولان اختيارك يبقى على غير المعتاد، فبتيجي بقى تختار وخلاص، مش بتبقى مدرك لما بعد. في المشروع اللي بيبقى بدون المشروع اللي بيبقى بدون دراسه احيانا بيبقى فاشل ومش بيكمل، وترجع بقى تراجع نفسك من تاني، وترجع تبقى في حيره اكبر وخوف من تخطيطك للي جاي بقى، وتبدا بقى يبقى عندك حذر شديد جدا، او ممكن تيجي لك قفله من ناحيه الفكره دي، زي ما بيقولوا كده عقده يعني. بتبقى خلاص نفسيتك قفلت ومش حابب انك انت تخوض تجربه تانيه تتعبك وتاخد من وقتك ومن طاقتك، وتزود همومك فوق همومك هموم تانيه كتيره، وتبقى انت عندك تشتيت في الفكر، وترجع بقى بذاكرتك تاني لورا شويتين ثلاثه، وتفتكر كل الايام اللي كانت زي الزفت دي، وتقول في نفسك ومن جواك لا لا يا عم، ويبدا عقلك الداخلي يقول لك لا انت كده برنس، بلاش، انت كده احسن، وتبقى في شتات من امرك ليس له اولا من اخر. وعشان تتعافى من الحدوته دي والموضوع ده بتبقى محتاج وقت كبير جدا، ووقت ليس بالقليل، بل تحتاج الى هدنه من الفكر، واللي بيقولوا عليها مرحله مرحله نقاء. فعلا العقل بيبقى محتاج وقت للبدء من جديد في اي شيء تريد، محتاج يبقى عندك تريث لما هو، عشان تكون عرفت الدرس كويس وتتخطى العقبات في اللي جاي. وفي النهايه ومن يتوكل على الله فهو حسبه.